قرارات هامة بخصوص الذهب وموعد شراء الذهب وموعد بيعه. هل اشتري ذهب ام شهادة الان؟ تعال نشوف تفاصيل الفايدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك والاستثمار او مالك افضل استثمار من اول 1000 جنيه لاسفل الفيديو في اول تعليق. ولازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط اي شهادة وبعد اللايك والاشتراك في القناة. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. حاليا الموضوع الشاغل للجميع هو أسعار الذهب، وهل الذهب في صعود أم هبوط، وهل أشتري الآن أم أنتظر الذهب حاليا. وقت نشر الفيديو الآن الذهب بيتغير أسعاره خلال ساعات، وحاليا سعر عيار 24 هو 3000 جنيه بيع و2971.5 شراء. عيار 21 2625 بيع 2600 شراء. عيار 18 2250 جنيه بيع 2228.5 شراء. اليوم الأحد يوم اجتماع طارئ لمجلس إدارة الشعب العامة لمناقشة كيفية ضبط أسعار الذهب بالسوق وإعداد مذكرة لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لضبط أسعار الذهب. ومن التوصيات السماح للمصريين بالخارج الدخول بذهب بمقدار 10,000 دولار بدون جمارك لزيادة المعروض من الذهب. وتنصح الشعبة العامة لشراء الذهب أن تلك الزيادات غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف سواء كان في البنوك أو في السوق الموازي. طب موعد زيادة الذهب أو هبوطه عالميا وتأثيره محليا؟ الجميع ينتظر قرار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم، لأنه هيكون مؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب سواء عالميا أو محليا. في حالة رفع أسعار الفايدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم هيكون في هبوط نسبي صغير لأسعار الذهب وبداية تثبيت أسعار الفايدة أو نزول أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي. هيكون هناك ارتفاع بشكل كبير على أسعار الذهب عالميا وهيتأثر عليها محليا. ولك حرية الاختيار حاليا في شراء الذهب أو شهادات، لأن الذهب هو حفظ الأموال واستثمار طويل الأجل. وانتظر مننا قرار الاجتماع هيكون خلال ساعات هننزله على القناة. فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.